النهارده ان شاء الله هنعمل القرص الطريه بطريقه مختلفه جدا وتحفه. مقادير مظبوطه بالملي بطريقه تضمن لك نجاحها، مختلفه عن كل الطرق اللي اتعودنا عليها. زي ما انتم شايفين كده شكلها تحفه، كانها بالظبط عيش كايزر، هشه وخفيفه ومنتفخه وطريه جدا من جوه زي القطن. كمان سطحها ناعم ما فيهاش اي تشققات ولونها موحد. الطريقه دي انا شفتها على اليوتيوب وعجبتني جدا جدا وطبقتها مع شويه اختلافات كده بسيطه انا اضفتها وهقول لكم عليها واحنا شغالين. بصراحه الطريقه ناجحه 100% وربنا يكرم الشيف صاحب الوصفه. بصوا هنفتح منها كام واحده كده وهوريكم قد ايه هي طريه وهشه، ومن جوه فعلا فعلا عامله زي العيش الكايزر. حشيتها عجوه وحشيتها كمان جبنه عامله زي السندوتشات بالظبط، يعني تقدروا تعملوا كميه كبيره منها وتحتفظوا بيها في اكياس في الفريزر وتطلعوها كده تهدى قبل الاستخدام. هتوفر عليكم كتير جدا السندوتشات، تقدروا تدوها للولاد في المدرسه او في اي مكان، وكمان هتبقى فطار وعشاء سهل ولذيذ ومغذي. يلا بينا نسمي الله ونبدأ في الطريقة بتاعتنا على طول. بس حابة قبل ما أبدأ أقولك لو أول مرة بتشوفي القناة ياريت تشتركي فيها ولايك وشير إذا عجبك الفيديو. هنحتاج لتحضير القرص بتاعتنا دي الخلاط. ايوه الخلاط، ما تستغربوش الطريقه. في كاس الخلاط بتاعنا هنضيف 250 ملي لبن على ميه، واستخدمتهم دافين علشان الخميره تنشط بسرعه. نص كوبايه الا معلقه سكر، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، كوبايه سمنه مذابه يعني سايحه كده بدرجه حراره المطبخ. هبتدي اشغل الخلاط لحد لما يبقوا كريمي خالص. واضفت اضافه تانية بس للاسف ما اتصورتش، حطيت كوبايتين من الزبادي، يعني 250 ملي برضو من الزبادي. لكن هكتب لكم المكونات كلها في صندوق الوصفه علشان ما تنسوش حاجه وانتوا بتعملوها ان شاء الله. في بوله كبيره هنفضي المكونات بتاعتنا السايله. زي ما انتوا شايفينها كده لونها بقى فاتح جدا وبقت كريمي. وهنزود عليها بقى المكونات الجافه اللي هي عباره عن كيلو من الدقيق. بس مش هنحطه مره واحده، انا بضيفه كده بالتدريج. معلقه صغيره من الملح ومعلقتين من السمسم، والسمسم اختياري تقدري تستغني عنه مش هيأثر في الوصفه. هنقلبهم كده كويس وهنبتدي نعجنهم. هعجن بايدي. هي العجينة سهلة مش محتاجة يعني مجهود كبير، هتتعجن وتختلط بكل سهولة. بس بعد ما تختلط هنخدمها كويس ونعجن فيها لمدة 10 دقايق عشان تدينا النتيجة اللي انتوا شفتوها كده في اول الفيديو. طبعا العجينة لسه طرية فهزود بقية الدقيق بالتدريج، وهعجن لحد لما الدقيق يختفي تماما والعجينة تلم. بعد كده بقى هنزلها على مفرش العجن وهبتدي اعجن فيها زي ما قلت لكم كده لمدة 9 او 10 دقايق لحد لما تنعم تماما وما يبقاش فيها اي تشوقات. والناس اللي بتتعب من العجن زي كده يعني تقدري تعجني فيها 5 دقايق وتريحيها شويه وانت كمان ترتاحي، وبعدين ترجعي تكمليها عجن 5 دقايق تاني لحد لما تبقى بالشكل ده. هندهن دهنة زيت طبق العجن وهنرجع فيه العجينة وهنغطيها ببلاستيك وبفوطة وهنسيبها كده حوالي نص ساعة لحد لما تبتدي تخمر. بس مش هنسيبها تخمر زيادة عن اللزوم، يعني هنسيبها تخمر كده تلت ساعة أو نص ساعة، مش هتخمر خمر كامل. الخمر التاني بعد التشكيل إن شاء الله هنغطيها ونسيبها تخمر للمرة التانية. العجينة بقت بالشكل ده، هنزلها على مفرش العجن وهنبدأ نقطعها وبعد كده نشكلها كور. وهنغطي الكور أثناء ما احنا بنقطعها كده علشان ما تنشفش معانا. تقريبا كده وزن كورة من 30 ل 40 جرام. صغيرة زي ما انتم شايفين في اول الفيديو، هي كانت القرص حجمها مش كبير، كانت صغيرة. فانا حبيت اقطعها بالحجم ده. وطبعا وانت بعد التقطيع بالويم كده بتشوفي الحته الكبيره بتاخدي منها جزء وبتضيفيه على الصغيره لحد لما تشكلي الكور بتاعتك كلها. بعد كده هنغطيها بالكيس البلاستيك وبالفوطه، هنبدا نشتغل فيها على طول. بس باول كوره يعني هنبتدي نشتغل في اول واحده شكلناها، هتكون طبعا ارتاحت وهتبقى معايا سهله في التشكيل. حضرت العجوه بتاعتي ربع كيلو من العجوه، عجنته بمعلقه من السمنه وشكرته كور. وهبتدي احشي القرص نصها بالعجوه ونصها بالجبنه، وهرصها في صواني مدهونه دهنه زيت خفيفه جدا. هبتدي كده زي ما انتم شايفين اعمل فيها تجويف واحط كره العجوه واقفل عليها كويس، والتقفيله دي تبقى من تحت. هكورها كويس قوي كده وانعمها والتقفيله دي تكون من تحت. وهرص الصينيه، خلصت كده كميه العجوه وهغطي عليها. بس انا ضغطت عليها كده بكف ايدي قبل ما اغطيها. نبدا نشكل الكميه التانية وهنحشيها جبنه. استخدمت جبنه كريمي اللي هي بتبقى في العلب، بتبقى جميله جدا في حشو المعجنات، مش بتسيح وما بتخرجش منها اثناء التسويه، وفي نفس الوقت مش بتنشف جوه الفرن. بخلص الكميه كلها برضو بغطيها، بضغط عليها الاول ضغطه زي ما انتم شايفينها كده وبغطيها وبسيبها ترتاح حوالي تلت ساعه تانية في مكان دافي. بعد كده معايا معلقتين من اللبن دوبت فيهم نص معلقه من السكر، وهدهن بالفرشه كده بخفيه جدا وش القرص، وده علشان يساعد انها تاخد لون بكل سهوله. تدخل الفرن على الشبكه في النص لمدة تلت ساعة، واخر دقيقتين فتحت عليها الشواية علشان تديني اللون الذهبي
وفي نفس الوقت ما تنشفش جوه الفرن. يعني انا مش هطول مدة سواها جوه الفرن، بالكتير خالص تلت ساعة او 25 دقيقة. وفي اخر دقيقتين زي ما قلت لكم كده بنولع الشواية واحنا واقفين جنبها وبنخرجها، واول ما بنخرجها بنغطيها بكيس بلاستيك وكمان فوطة علشان نكتم البخار جواها وتطرى. ودي النتيجة. القرص هشة جدا جدا وقطنية وعاملة زي ما انتوا شايفينها كده زي الكايزر بالظبط. ده لونها من تحت ومن فوق. الطريقة ممتازة جدا. هقول لكم بقى الفرق او الاضافة اللي انا اضفتها. هو الفيديو اللي شفته كان معمول ب 125 جرام من الحليب و 125 جرام من المية. انا اضفت 125 جرام من الحليب على مية والباقي كملته زبادي. كمان الشيف ما كانش حاشيها، انا حشيتها. جربت قلت اعملها كده زي سندوتشات واجرب. طلعت فعلا ممتازة جدا. فالطريقتين سواء بقى طبعا عايزين تعملوها سادة او تعملوها محشية دي حاجة ترجع لكم، لكن الطريقة ممتازة جدا. يعني طريقة خفق المواد السائلة مع السمنة في الخلاط هو ده اللي بيخليها ناعمة وهشة وقطنية ولونها موحد ومنتفخة بالشكل ده. الطريقة ممتازة، جربوها هتعجبكم جدا جدا. وبس كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في وصفات احلى. شكرا ليكم، سلام عليكم.